سلام الله عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا بواحد العدد ديال الناس دايرين الصف قدام واحد الجزار. هذا لان داك الجزار تيبيع واحد اللحم المذاق ديالو في شكل بنين بزاف، ونهار على نهار تيزيدوا الزبناء ديالو لدرجه ان حتى الجندارم والسياسيين ولاو تيجيو ياخذوا من عنده اللحم. واحد النهار لواحد المراه غتسول واحد السؤال اللي المفروض اي واحد تيشري هذا اللحم يسولو. هذا السؤال هو: اين حيوان هذا؟ داك الجزار تصدم ويقول لها: هذا اللحم الحلوف اللي كيجي من ايران. داك السيده خدات هاد المعلومه وعجبها الحال ونشراتها بين الناس، وبهذا البلان الزبائن ديال داك الجزار تزادوا بزاف، كثار بزاف من داك الشيء اللي كان. ومن كثرة ما الناس ولات كتاخذ عنده بزاف، مصانع ديال الجزاره قرروا انهم يسدوا ويعلنوا على الافلاس. هاد المحل ديال تا جزار ديال هاد الجوج، هاد الجوج هما فينسنت وصوفي، وهما الزوجين داروا هاد المحل ديال تا جزار. هاد المحل ديال تا جزار غادي يكون في الضواحي ديال باريس. الوهله الاولى غتبان لنا الحياه ديال الزوجين سلسه بزاف، ولكن هادشي ما كانش عليه الحال قبل. وغيبان لنا ان هاد المحل ديال تا جزار قبل كان خاوي، ما كيجي ليه حتى واحد وقريب للافلاس. واحد النهار داك المحل غادي يهجموا عليه واحد العصابه ديال النباتيين، غادي يديروا فيه واحد الفوضى كبيره، غادي يرميو عليه واحد الدم، وغادي يرونوا داك المحل وغادي يمشيو في حالاته. فينسنت غادي يتعصب بزاف وغادي يتبع واحد فيهم وغيطيحوا في الارض، وغادي يحيد ليه الماسك ديالو. صحاب هذاك النباتي فاش غيبان لهم صاحبهم طايح غادي يمشيو يعتقوه وغادي يضربوا فينسنت يطيحوه. في نفس ذاك النهار فينسنت وصوفي غادي يمشيو عند صحابهم يتغداو معاهم. صوفي وصاحبتها غادي يمشيو للكوزينه باش يدويو، وصوفي غتقول لصاحبتها باللي البنك ما بغاش يعطيهم الكريدي، ولكن عوض ما تشجع صاحبتها غادي تبقى تصور عليها لانها تدخل فلوس مزيان، وراجلها هو تيدخل فلوس مزيان، وغيكونوا تا هما عندهم محل ديال تا جزار. فينسنت غيبدا يدوي على البلان اللي وقع ليه مع دوك النباتيين وكيفاش خربوا ليه المحل ديالو، ويبدا يضحك عليه مارك حيت ما دار حتى شي بريكوسيون تما عنده في المحل ديالو. ويجيب ليه واحد المكحله وعطاه ليه وقال ليه: هاك باش تحمل المحل ديالك من شي واحد اخر اللي جاي يهجم عليه. واخا ما عندوش رخصه حمل السلاح، فينسنت غياخد داك المكحله وغادي يديها معاه. وهما راجعين في الطريق صوفي غتقول لفينسنت باللي هي كتفكر انهم يطلقوا حيت الزواج ديالهم ولا ممل بزاف. فينسنت غيدير راسو ما سمعش هاد الهضره. شويه غادي غيبان ليه واحد من دوك النباتيين اللي ضربوا ليه المحل، فكر انه يرجع ليه، ولكن في الاخر صدق ضربه بالطوموبيل وداز عليه. هبط من الطوموبيل باش يشوف داكشي اللي دار، ويبان ليه باللي صفاه لداك الدري، ويفكر انه يعيط للبوليس باش يعترف بهادشي اللي دار. قالت لي صوفي: حبس حبس حبس، عرفتي شحال ديال الحبس تقدر تضرب فادي؟ وهي تقترح عليه انهم يديروا بحال واحد القاتل متسلسل سميتو ميشيل فرانسوا. وغادي يتفكر فينسنت باللي مراته كانت كتفرج في افلام ديال السفاحين بزاف. بالليل غادي يدي الجثه المحل ديال تا جزار ديالو وغادي يفصلها، غادي يطيحوا شضايا ديال اللحم في الارض، والكلب ديال فينسنت غيجيو من الجنه والناس وياكلهم. النهار الثاني فاق فينسنت، ولكن المفاجاه انه ما لقاش الجثه ديال داك الدري. غتجي واحد الزبونه ديما كتجي عندهم سميتها مدام كونيار، وغادي تقول لهم باللي اللحم اللي صيفط لهم صوفي واعر بزاف لدرجه انها رجعت عاوتاني تشريها مره اخرى. وغادي يتضح باللي صوفيا صيفطت اللحم ديال داك الدري في بلاصه اللحم ديال الخنزير. فاش فينسن عرف اش وقع اقترح على مدام كونيار باش تاخذ نوع اخر ديال اللحم، لكن هي ما غتبغيش حيت داك اللحم اللي خدات عجبها بزاف. فينسنت غيكون واقف محتار بزاف، ولكن صوفي غيكون ما في راسها ما يتعاود، وغادي تبغي تجيب داك اللحم باش تجربه. وفينسنت ما غيكون قدامه الا حل واحد، انهم يعطيو من داك اللحم ويقطع واحد الطريف وعطاه لها. وصوفي جا داك اللحم بنين بزاف. مدام كونيارد ما قدراتش تصبر وقالت لهم: صافي اروا لي اللحم، بغيت نمشي. وفاش سولاتو منين تجيب هاد اللحم قال لي: راه تنجيبو من ايران، وهاد اللحم غابر بزاف ما كاينش، قليل بزاف. صافي غيبيعوا الكونيارد واحد الكميه كبيره ديال اللحم وغادي تمشي في حالها. من بعد ما مشات داك الزبونه، فينسنت غيعترف لمراتو بكل شيء وغيقول لها على اللي كاين. وغيبان لنا ان صوفي ما تتمانعش تاكل اللحم ديال الحلوف اللي هو ديال البنادم، وغتقترح عليهم انهم يبيعوه وان هذه انسب طريقه باش يتخلصوا من الجثه. فينسنت ما غيعجبوش الحال وغيقول لها: غادي نلوح هاد اللحم ما يمكنش ينبيعوه للناس. شويه غيوقف عليهم واحد الكليان وغيبغي نفس اللحم اللي دات مدام كونيار. مع الوقت ولاو كيجيو الزبناء بزاف كيبغيو يشريو هاد اللحم ديال ايران اللي هو اللحم ديال البنادم. والزوجين فينسنت وصوفي غادي يصوروا الزبابل ديال الفلوس من ورا هاد الشيء. واحد النهار فينسنت غيجي الفضول بزاف على هاد الناس كتبغي هاد اللحم، وغادي يجي ياخذ طرف من داك اللحم البشري وغادي يمشي يصوبه في المقله وغيبغي ياكلو. غادي يكون متردد في الاول، لكن من بعد غادي يدير واحد الطريف ديال اللحم في فمو وغادي يجي بنين بزاف.
غادي تقول ليه مرتو باللي سبب ان هاد النباتيين تياكلوا ماكله نقيه، الدم ديالهم نقي واللحم ديالهم بنين. وهي تقول لي عندي لك واحد الفكره جهنميه. قالت لي علاش ما نصيدوش النباتيين ونقزروهم ونصوروا من وراهم الزبابل ديال الفلوس؟ قال لها اش كتخربقي، هادشي ما يمكنش. وقبل ما يمشي ينعس قال لها ما تبقايش تفرجي في هادشي ديال السفاحين، لغد ليه بنتهم كلويد غادي تجيب معاها صاحبها الغدا. اعوذ بالله الشيطان الرجيم. المهم غادي يصايبوا ليه واحد اللحم ناضي، ولكن ما غاديش يبغي ياكلها حيت نباتي. كلويد غادي يتضامن معاه وما غاتبغيش هي تاكل، وغيمشيو. من بعد ما غيمشيو كلويد وفينسنت غادي يقولوا ان كلشي هادشي ضاع بسبب النباتيين، وهادشي غادي يعصبهم بزاف. وشويه فينسنت غادي يقرر انه يمشي في الخطه ديال مراته صوفي بانهم يصيدوا النباتيين، وحطوا صاحب بنتهم في دماغهم. في العشيه غادي يمشيو لواحد المطعم نباتي، غادي يختاروا مول المطعم حيت سمين. في الليل غادي يتبعوه لدارو وغادي يهزوا الشاقور وغادي يبغيو يضربوه، لكن فينسنت ما غاديش يقد حيت ما موالفش، وغيصدق ما ضربوش وغادي يهرب في حاله. الخطه الاولى ديالهم غادي تفشل، ولكن غادي يجربوا بطرق اخرى. النهار الثاني غادي يديروا راسهم نباتيين وغادي يمشيو قدام المارشي باش يدبروا على هدف ساهل انهم يصيدوه. شويه غادي يدوز من حداهم واحد الراجل رقيق وغادي يمدحهم على هادشي اللي تيديروا، وغادي تقول لي خصك تلاقى معنا حدا الباركينغ باش نتناقشوا في هادشي ديال النباتيين. وغادي يمشيو لذاك البلاصه وغيبقاو يدربوا على طرق باش يصفيو الهدف ديالهم. شويه غادي يجي داك الراجل اللي تلاقاو معاه، ولكن المفاجاه انه غيكون جاي معاه صحابه. فينسنت وصوفي غادي تفشل الخطه ديالهم وغادي يقرروا انهم يمشيو في حالهم، ولكن هادوك الجوج صحاب هذاك الراجل غادي يقولوا لهم بلي غيقتحموا واحد المحل ديال تاك الزارج. صوفي وفينسنت غادي يضطروا انهم يوافقوا على هذا العرض. فاش غادي يكون معاهم غادي صوفي وفينسنت غادي يضطروا انهم يالفوا بزاف د الحوايج على راسهم حيت هما ماشي نباتيين. ولكن فاش غادي يوصلوا غادي يكتشفوا ان هذا المحل ديال تاك الزرد ديال صحابهم. صوفي ما غاديش تبغي هادشي، ولكن فينسنت غيحس ان الفرصه ديالو جات حتى ليديه حيت كيحقد على مول هذا تاك الزرد، وغيبقى يهرس في هذا المحل ديال تاك الزرد. من بعد غادي يمشيو واحد المطعم وغادي يتناقشوا على كيفاش يصيدوا الضحايا ديالهم، وغادي يختلفوا على بزاف د الحوايج. وفينسنت غيتعصب وغادي يمشي. واحد الكارسون غيستغل الفرصه وغادي يجي يريح حداه وغادي يبقى داوي معاه. وصوفي غتحس انه شي حوايج بزاف مشتركه بينه وبين هذا الكارسون. في الاخر غادي يداب الموتور ديالو لدارا، ولكن فاش صوفي غتعرف انه نباتي قالت ليه صافي جيتي للشبكه لهنا، وعضاتو بالعاني باش يدخل للدار. صافي داك الكارسون غادخل للدار، وصوفي غادي تمشي عند فينسنت وغتقول ليه جبت لك واحد الصيده ناضيه. فينسنت ما غاديش يبغي، ولكن صوفي غادي تستفزو، ولكن ما غاديش يتشد لها. ولكن في الاخر غتقدر تستفزو بطريقه اخرى. فينسنت غادي يغير بزاف وغيصدق مصفيه على داك الكارسون. نهار اللي من بعدو ستيفاني غتعيط لصاحبتها صوفي وغادي تقول لها على اعمال التخريب اللي وقعت في المحل ديال تاك الزرد ديالهم. صوفي وفينسنت غادي يهزوا راسهم وغادي يمشيو عندهم. غادي يكون الضابط ديال الجندارمري تما وغادي يكون يحقق في نفس القضيه اللي كان كيحقق فيها في الاقتحام اللي دار المحل ديال تاك الزرد ديال فينسنت. وغادي يقول فينسنت بلي خصني ندوي معاك على انفراد. فينسنت غادي يتخلع بزاف، ولكن داك الضابط ديال الجندارمري غيقول ليه بلي سمعت على داك اللحم الايراني اللي كتجيب وبغيت منه عافاك. غيقول ليه ماشي مشكل في اي وقت تجي. في نفس النهار غادي يرجعوا للمحل ديالهم وغيبداو يبيعوا اللحوم البشريه، والمحل غادي يعمر بزاف. صوفي وفينسنت غادي يقرروا يديروا من هادشي بيزنس كبير، وغتولي عندهم الصيده عاديه، يولوا كل نهار يخرجوا يصيدوا. الويكاند غادي يطلعوا الثمن وغيكسبوا شي فلوس عمرهم حلموا يكسبوهم. واحد النهار غادي يكونوا كيتغداو مع صحابهم وغادي يجيبوا لهم من داك اللحم ديال الخنزير الايراني اللي هو لحم بشري. طبعا ستيفاني ومارك غادي يعجبهم هذا اللحم بزاف، ولكن هما كياكلوا داك اللحم مارك غادي يعض على شي حاجه حديديه، وحيت مراته كانت فرمليه غادي يبان لها بلي داك الاباراي هو منظم ضربات القلب. مارك وستيفاني ما غاديش يدخل لهم داك الشيء لراسهم، وغيتحول هادشي لمضاربه كبيره ما بيناتهم. فينسنت غادي يعض لمارك ودنو وغادي يشوف فيه بواحد النظره ديال التهديد وغادي يمشي. صوفي وفينسنت غادي يكملوا في هادشي بزاف وغادي يحققوا ارباح ضخمه. واحد النهار غادي يمشيو لواحد المهرجان ديال النباتيين ويشوف واحد الدري سمين، وفينسنت ما غاديش يقاوم الفكره انه يصوب منه كوطليط. فينسنت ما غاديش يعجبو الحال على راسو وغادي يقرر انه يمشي في حاله. شويه غادي يتلاقاو مع بنتهم كلويد والصديق ديالها. لوكاس قال لهم باللي كاين نباتيين بزاف تيختفوا في الفتره اللي فاتت واللي متاكد انه هادشي تيديروا الجزاره. ولوكاس غادي يتعصب بزاف وغادي يبدا يغوت عليهم حيت هما جزاره. شويه غادي يشوفهم واحد من هذوك اللي مشاو معاهم خربوا داك المحل ديال تاك الزار ديال صحابهم. وهما خارجين صوفي غادي تحط عينيها على واحد المراه عامره وغادي يشدوه غادي يدوه معاهم للدار.
بالليل فينسنت غادي يجرب انه يقرضها، وغادي يسمع الدقان في الباب، وغادي يبان ليه بلي ان هذاك لوفيسي ديال الجندارم غادي يقول لي خصني ندوي معاك شي شويه. واحد العدد ديال النباتيين تيختفاو، والمشتبه الاول فيهم هما الجزاره. شويه غادي يجي الكلب ديال فينسنت من اللور وشاد معاه واحد اليد بشريه. فينسنت غادي يغوت على داك الكلب وغادي يمشي داك الكلب. داك الضابط غادي يمشي في حاله. في العشيه فينسنت غادي يمشي للدار وغادي يكون قلقان بزاف. صوفي غادي تقول لي ما تخافش، ما كاين ما يوقع لينا، حيت حنا تخلصنا من داك الجوشاش مزيان. شويه شي واحد غادي يصوني في الباب، وغادي يكون هذاك لوكاس غيجي يعتذر لهم على داك الشيء اللي دار، وغيقول لهم باللي انا مقلق بحال هكا حيت صحابي النباتيين بداو تيتخشافاو. صوفي بدات كتلمح لفينسنت بان هذا تا هو خصو يدوز في الماكينه ديال الكفته. فينسنت ما غاديش يبغي، وغادي يجري على لوكاس من الدار باش ما يوقع ليه والو. من بعد الصباح فينسنت ما غيبقاش يبغي يبيع داك اللحم ديال الخنزير، وغادي يقول للكليان ديالو باللي راه ما غاديش يبقى يبيعو، وغادي يتضارب مع صوفي، وغادي يمشي هو والكلب ديالو. في نفس النهار غادي يجيو داك النباتيين اللي مشاو معاهم براكا وداك المحل ديال التكزير ديال صحابهم، وغادي نجيو ننتقموا منهم لانهم خانوهم. غادي يربطوا صوفي وغادي يبقاو يعذبوا فيها. وفاش غادي يكون راجع فينسنت للدار غادي يبان ليه الطوموبيل ديال داك النباتيين، وغادي يدخل غيلقاو مرابطين مراتو، وغادي يتعصب وغادي تصفيه لجوج منهم. وواحد غادي يضرب فينسنت في كتفه، لكن صوفي غادي تصفيه ليه. وفي النهايه ديال الفيلم غيبان لينا باللي فينسنت وصوفي نسب لهم 30 جريمه ديال التصفيه، وغيكون صحابهم ماركو وستيفاني هما اللي صيفطوهم حيت بلغوا بهم البوليس، وغادي يحكموا عليهم بالاعدام جراء الجرائم ديالهم. لو وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك، تابع الباج ديالنا وبارطاجي الفيديو مع صحابك اللي عجبك. يلا الى الفيديو الجاي، تهلاو.